هو انا ليه اصلي؟ ايه اهميه الصلاه؟ ليه لازم 5 مرات في اليوم؟ وازاي يعني ما عنديش عذر لو انا مسافر او تعبان او حتى في المستشفى اصلي؟ وليه العباده الوحيده اللي فرضت في السماء؟ وليه لو ما صليتش ابقى كافر مش مسلم؟ ده كلام كتير كان موجود في بالي، والقصه بتاعتي في الصلاه اغرب من اي قصه ممكن تسمعها. انا ما كنتش بصلي خالص، وابويا دايما كان بيتخانق معايا: صلي 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 صلي، حاضر حاضر حاضر. يجيب لي كتيبات صغيره يقول لي محاضرات عن الصلاه واهميه الصلاه، وانا ما فيش اي استجابه، لدرجه ان ابويا قال لي: مش هتاكل معانا، حرام تاكل معانا، ومش هتاكل معانا غير لما تصلي. كنت بصلي الصبح والظهر وما بصليش بالليل عشان كنت باكل اي حاجه بره. كنت مستني بفارغ الصبر اروح الكليه علشان ما اقعدش في البيت وابويا ما يقوليش صلي. وبالفعل في 2016 رحت الكليه، وزي ما انا اوقات اصلي اوقات لا، وكانت الاسباب اللي جوايا ان انا كسلان، مش قادر، مش عارف ايه الاهميه، مش عارف ايه الفايده بتاعت الصلاه. لغايه كده مره بقول لواحد صاحبي بيصلي اسمه مصطفى، بقول له: يا مصطفى انت ازاي التزمت على الصلاه؟ والله نفسي التزم بس مش عارف ازاي التزم، بصلي واوقف ودايما كسلان. فقال لي: ابويا هو اللي خلاني اتعود على الصلاه، ابويا كان بيجبرني نروح المسجد لان هو هيتحاسب عليه. فانا رجعت خطوتين لورا، يعني ابويا اللي بيصلي هياخد ذنب عشاني انا اللي مش بصلي. الموضوع ده حفزني شويه، بدات اصلي ولكن وقفت تاني لغايه ما اتخرجت من الكليه في 2020، ولغايه هنا برضو انا مش بصلي بشكل ملتزم. بعد ما خلصنا الكليه في 2020 كانت فتره كورونا، وفي الفتره دي انا اتصبت بكورونا، وكان في شاب جنبينا اصيب بكورونا وتوفى. انا وقاعد منعزل في اوضتي اللي انا بصور فيها دي في عز الليل افتكرت الصلاه، وقلت لنفسي: انا مش بصلي، يعني انا ممكن اموت انا ومش بصلي. فضلت ابكي: يا رب والله لو قومتنا هنصلي بانتظام، يا رب نخف عشان نصلي، يا رب في شاب زي ما. فالحمد لله خفيت ونزلت اصلي العصر، وده كانت اول صلاه. انا ورايح للمسجد لقيت المسجد مقفول. تاني صدمه بقى، انا وقفت قدام الباب حاولت ابص طب في حد، فافتكرت ان في قرار قفل المساجد في فترة كورونا، وانا ما كنتش نعرف. يعني الموضوع ده اثر في نفسيتي جامد، ان انا اكون عاوز اروح اصلي والباب مقفول في وشي، باب المسجد. رجعت صليت في البيت، فضلت زعلان فترة كبيرة جدا جدا، ازاي المسجد يكون مقفول وانا ما اعرف، يعني ممكن برضو الفرصة تضيع مني في اي لحظة. ومن هنا بدأت التزم شوية على الصلاة. بعد ما التزمت شوية على الصلاة بدأ الموضوع يقل تاني معي، يعني بدأت تراكم الصلوات مع بعض، اصلي فرض مع فرض وهكذا. فسألت ابن عم الشيخ حسام، فقال لي على مفهوم جديد أول مرة أخذ بالي منه. قال لي إن الصلاة دي زي البيت، هي العمود بتاع الدين الأساس. ففي حرامي عاوز يسرق البيت، الشيطان عاوز يوقع الصلاة دي، فعلشان تحفظ البيت ده تعمل ايه؟ هتعمل سور حواليه. طب افرض الحرامي عداه، هتجيب كلب حراسة. طب افرض برضه قدر يعديه، هتجيب انذار، وهكذا. هتحاوط البيت بوسائل من الامان علشان البيت ده ما يتسرقش. وهو ده بالظبط اللي بيعمل الشيطان. لما بتعمل ذنب او بتعمل اي حاجة، لو انت بس بتصلي هتوقف صلاة، لان الذنوب بتاثر على الطاعات والقلب بيتاثر. طب يعني طب ما انا كده كده هذنب، يعني مستحيل البني ادم يوقف ذنوب. طيب تعمل ايه؟ اعمل لك ورد قران صفحة دقيقة واحدة في اليوم، اعمل لك ورد أذكار صباح وأذكار مساء دقيقة واحدة بس في اليوم. كل شهر طلع مبلغ ولو صغير جدا من مصروفك أو دخلك، 5 جنيه 10 جنيه بس. الأعمال الصالحة دي بالضبط زي حراس الدفاع، لما تيجي تعمل ذنب هتلاقي في طاعة أنت بتعملها وقفت. الورد اليومي بتاعك وقف، مش قادر تقرأ قرآن، أو النهاردة ما قلتش الأذكار بتاعتي، اعرف إن أنت عملت ذنب، فابتدي توب وارجع تاني من الاول تعمل الورد بتاعك. لكن لو مش بتعمل حاجه غير الصلاه، الذنب هيضرب في الصلاه وهتوقف. وبرضه بدات اتبعت المنهج بتاعه وكملت، وبالصدفه كنت في القاهره في 2021 وجبت كتاب فاتتني صلاة. بعد ما جبت الكتاب ده قعدت بقى اقرا فيه، وقريت بقى قصص عن ازاي مثلا شخص تلقاه عجوز وبيروح يصلي في عز البرد، يروح يصلي الفجر وانت الشباب مش قادر تقوم من البطانيه. شخص معاق بيروح بيتحامل على نفسه على لغايه ما يروح يصلي، او كفيف او غيره، وانت بصحتك وكامل جسمك وقوتك مش قادر تصلي. فالكتاب ده اداني برضو مفهوم جديد عن الصلاه، وهي التحفيز. دايما تخلي معاك ناس بتحفزك على الصلاة، ودايما تسمع كلام عن الصلاة، خطب، مواعظ، فيديوهات زي دي، تقرا مقالات، اي حاجه. دايما خلي الصلاه دايما في بالك. طيب ايه اهميه الصلاه؟ ايه فايده الصلاه؟ احنا ليه اصلا بنصلي؟ شوف، الله سبحانه وتعالى عاوز يفكرك كل يوم، كل يوم 5 مرات يجيبك عنده ويقول لك ان الدنيا دي فانيه. طموحك للعربيات والثروه السريعه وكيف تكسب 1,000,000 جنيه وكيف تكسب 1,000,000 دولار والشهره وكل الكلام ده ماليش اي 30 لازمه. افتكر ان دي اهم حاجه، افتكر ان الدنيا دي فانية، اقلع الدنيا من دماغك وتعالى صلي وافتكر الاخر. اول ما تسمع الاذان الله اكبر، الله اكبر من كل حاجة، الله اكبر من المذاكرة، من الشغل، من دايما تخلي الحاجة دي في دماغك. لما تبدأ في الصلاة الحمد لله رب العالمين، انت بتحمد ربنا على ايه؟ افتكر
النعم اللي عندك. الناس في غزة مش لاقية تاكل، بيوتها مدمرة، وانت قاعد تحت بيتك وفي اكل في الثلاجة وامن ومطمئن، الحمد لله على الصحة، الحمد لله اني معايا فلوس، الحمد لله على العيال، الحمد لله الحمد لله. ففي كل كلمة من الصلاة وكل فعل انت بتفتكر ربنا. ما تقعدش انت وبتصلي بتجيب حاجات كتير. والفترة الاخيرة دي برضو اكتشفت ان الصلاة عبارة عن راحة. شفت الرسول لما قال ارحنا بها يا بلال، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طبعا الدرجة الايمانية عنده يعني ده الرسول، ولكن انا كشخص شغال على الميديا ودايما بحب اسمع فيديوهات كتيرة واتعلم حاجات كتيرة وقاعد على الموبايل والكمبيوتر، دايما بحس ان دماغي هتنفجر. لكن لما اروح اتوضى واروح اصلي احس اللي هو ايه، اهدأ، استرخي، ركز في الصلاة، سيب كل حاجة. ففعلا كانت زي ارحنا بها يا بلال. طبعا الراحة بتاعت الصحابة والرسول، الصحابي اللي هو عملوا له العملية بتر القدم دي هو بيصلي مش حاسس بحاجة، ان هو في تجليات مع الله سبحانه وتعالى. ده طبعا درجات ايمانية عالية، ولكن انت اضعف الايمان ان انت تركز في الصلاة، تركز في اللي بتقراه وهتحس بالفرق. قريت حاجة برضو في كتاب فاتتني صلاة، وهو عن سر النجاح، ان الصلاة دي مفتاح النجاح في الدنيا. اي شيء عاوز تعمله في الحياة محتاج حاجة واحدة، وهي الالتزام. ان انت تقعد ملتزم على الشيء ده لفترة زمنية كبيرة علشان تنجح فيه. يعني مثلا لو انت بتذاكر بس فترة الامتحانات هتنجح، ولكن لو بتذاكر زي فترة الامتحانات طول السنة هتبقى من اوائل الجمهورية. انا ما بقيتش مشهور في يوم وليلة، انا عملت اكتر من 1000 فيديو. ده ايه؟ التزام. فالصلاة 5 مرات في وقت محدد، لازم مهما كنت في ايه تصلي. مفيش مية اتيمم، مريض صلي انت ونايم، مسافر اقتصر في الصلاة، بس لازم تصلي. مبدأ الالتزام ده هو سر النجاح، والصلاة بتعودك على المهارة دي، مهارة الانضباط والالتزام. في مرة برضو بقول لواحد صاحبي يصلي، قال لي انا مش بصلي علشان بسمع افلام اباحية. قلت له طب وايه فيها؟ انت ممكن بعد ما تعمل الكلام ده تروح تتوضى وتصلي. قال لي ازاي يعني؟ هو انا ما عنديش دم اعمل كده وبعديها اتوضى واصلي؟ قلت له عادي. قال لي لا صلاة له لمن لم تنهه صلاته عن المنكر. قلت له ده حديث ضعيف. قال لي طب في آية بتقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قلت له بالظبط، صلي والصلاة دي هتنهاك عن الفعل ده. بعد ما تعمل الذنب توضى وصلي وادعي ربنا، قول يا رب انا ضعيف، يا رب كرهني فيها، يا رب انا مش قادر نوقفها، يا رب ساعدني، يا رب اتوب اليك، يا رب استغفرك. فعامل الصلاة على اساس هي الكنز بتاعك. انا رايح اصلي ادعي ربنا، انا عاوز رزق، عاوز صحة، عاوز انا رايح للملك، راح ادعيه، راح اقول له انا عاوز كذا وهيديني. فلو انت حابب تنضبط على الصلاة اعمل الحاجات اللي انا قلت لك عليها. فكرة البيت يعني خلي فيه كذا حاجة تعملها مع الصلاة، حاجات بسيطة، طاعات بسيطة. تاني حاجة تعرف قدر الله. الصحابة التزموا عن الصلاة بعد ما عرفوا قدر الله، بعد فترة الصلاة ما فرضتش عليهم أول ما اسلموا. اعرف قدر الله واسمع فيديوهات عن الموضوع ده علشان يزيد حبك وتعلقك لله. لو انت بتحب صح هتروح عشان تقابله. ثالث حاجة اعرف معنى الصلاة، اعرف معنى الآيات اللي بتقراها، ركز انت وبتصلي، سيبك من كل حاجة، سيبك من الطبيخ، سيبك من اصحابك، سيبك من الكورة، سيبك من المذاكرة، سيبك من كل حاجة، فرغ دماغك. حاول نفسك باصحاب صالحين وبيئة صالحة بتدعمك وتشجعك على الصلاة. اسمع فيديوهات عن الصلاة. ولو وصلت لغاية هنا انا مش عاوز ولا لايك ولا اشتراك، ولكن ادعي لي دعوة كويسة ان ربنا يوفقني في حياتي. السلام عليكم.